حكاية قديس وشهيد. عارفين ايه اللي حصل لأبونا القمص أثناسيوس السورياني وهو سايق العربية ونايم؟ أبونا أثناسيوس السورياني كان معروف عنه إنه كان بيتشبه بالقديسين السواح، وكمان كانت حياته كلها صلاة وصوم وجهاد وأمانة مع رب المجد يسوع المسيح. كان دايما يذكر الشهداء والقديسين، وكان دايما على طول يعمل تسبيحة وتمجيدات في الأعياد وغير الأعياد. كان على طول حياته دايما في صلاة وجهاد مع رب المجد يسوع المسيح. كان في جملة على طول يحب يقولها: أنا مش لوحدي، أنا في كنيسة معايا الرب المجد ومعايا العذراء وكل الشهداء والقديسين. لدرجة إن الناس كلها كانت بتستغرب من كلامه كده. وفي يوم من الأيام أبونا أثناسيوس هو وراجع بالعربية بالليل، وكان رايح على مسافة بعيدة جدا من المكان اللي هو فيه للدير. كان في اليوم ده عامل القداس وافتقادات كتيرة جدا، لدرجة إنه كان تعبان خالص وهو ماشي بالعربية. وأول مرة تحصل معاه كده عينيه غفلت والنوم غلبه وراح في النوم. فلما راح في النوم وهو سايق العربية كده أكيد كانت هتحصل له حاجة مش كويسة. لكن اللي حصل إن رب المجد يسوع المسيح بعته في الوقت ده الشهيد العظيم ماري جرجس، وقف العربية وقومه من مكانه وقعده على الكرسي اللي جنبه وساق هو لغاية لما وصل لمكان الدير. وبعد لما حصل إن وصلوا الدير الشهيد في الوقت ده صحاه وقال له: قوم، إحنا وصلنا يا أبي. فلما قام أبونا ليه في الوقت ده إن الشهيد العظيم ماري جرجس قاعد جنبه، فاستغرب قوي بس فرح برضو جدا إن الشهيد كان معاه طول السكة وإن نجى حياته من الموت، لأن هو كان تعبان جدا ومرهق جدا. فالنوم كان غلبه وكان على طريق سريع. ودي كانت المعجزة الجميلة اللي عملها الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني مع أبونا المحبوب أبونا القمص أثناسيوس السورياني. وبركة الشهيد العظيم ماري جرجس وأبونا القمص أثناسيوس تكون معانا ولربنا المجد الدائم.